يعني الطبقة الآشورية أنت تتكلم عنها، أكو بعد طبقة آشورية موجودة؟ الطبقة الآشورية هي الطبقة الأم الأم، ما وصلوا لحد الآن هي؟ لحد الآن، لأن مدينة آشور تعرضت لعدة احتلالات، منها الاحتلال الفرثي والوجود السلوقي، وسادت فيها الحضارة الهلنستية. فمدينة آشور ذات تعاقب طبقي مهيب. مثلا في سنة 78 عمل المنقبون في مدينة آشور مجسا فقط يعني ليعرفوا كم طبقة ودور حضاري تحويها المدينة. فوجدوا أن في المدينة 17 طبقة ودور حضاري، أي مدينة آشور ذات تعاقب طبقي مهيب جدا، فهي تصلح كقبلة للدارسين عن الآثار. فنجد الطبقة العليا مثلا الطبقة الهلنستية، ثم الطبقة البارثية، ثم الطبقة السلوقية، ثم العهد الآشوري الحديث، ثم الوسيط، ثم القديم، ثم الطبقة الأكادية، وربما وقد نعم. وهذا بين مزدوجين تكون هناك فترة سومرية، وربما أقدم من الفترة السومرية موجود في مدينة آشور. فنحن أمام مدرسة آثارية عظيمة.